السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اللي حبت الطراوه والخفه والبنه تكمل تشوف لا غوسيت تاع نهار اليوم، اللي هي وصفه تاع الكيك. وصفه ولا اروع، يعني يجيكم خير من تاع برا. انا موالفه ندير لي غوسيت تاع، عندي شحال من غوسيت تاع كيك، بصح كيما هذه يعني مجربتها على مرت لوسي. عطاتني هاد لا غوسيت، يعني ما شاء الله يجيكم خفيف وبنين وطري، وزيد يجيكم كي تاع برا، بالك خير من تاع برا لانه حاجه مخدومه في الدار ماشي كيف كيف. كيما شفتوا هنايا عندي 4 حبات تاع بيض، فصلت الصفار على البياض. كيما شفتوا عندي واحد الصفار تحلي، بالك بانوا لكم غير 3 بيضات، بصح هما راهم 4 بيضات. نخلط لهم كاس تاع سكر، ما يكونش معمر بزاف، نضرب مليح حتى يذوب لي هذاك السكر تماما، ونزيد عليهم نص كاس تاع الزيت ونص كاس تاع الحليب. نكملوا نخلطوا مليح حتى نتاكدوا بلي هذاك الصفار، هذاك السكر عفوا، ذابنا تماما. من بعد نجو نكهوه بشويه تاع قشور قارص، يعني قد ما تكثروا قد ما الكيك تاعكم يجيكم منكه الله الله. تحبوا تزيدوا تضيفوا له تاني عصير، حبه تاع قارص تاني راح يعطيكم بنه شابه. نخليو هذاك الخليط بجيه ونروحوا للبياض، نطلعوه ونضربوه مليح مع شويه تاع ملح، يعني قرصه تاع ملح، حتى يولي لنا هكذا كيما راكم تشوفوا. من بعد نعاود نريكوبيري الخليط الاول وندير 2 كيسان تاع فرينه يكونوا معمرين شويه. نحط الكاس الاول ونخلط مليح، من بعد راح نضيف الكاس الثاني ونضيف معاه باكي تاع خميره الحلويات. نكمل نخلط مليح مليح، يعني حتى تدخل هذيك الفرينه في الخليط تاعي. من بعد نجيو نضيفو هذاك البياض على دفعات، يعني ما نضيفوش ضربه واحده وما نخلطوش يعني عشوائيا. نحاولوا نخلطوا غير بالعقل باش ما يطيحناش هذاك البيض، وهكذا باش تحصلوا على نتيجه مليحه. كما راكم تشوفوا نحاول غير بالعقل بهذه الطريقه حتى يتجانس كامل هذاك الخليط تاعي. نكمل الكمية تاعي اللي بقات لي، ومن بعد الخليط اللي نتحصلوا عليه القوام تاعو يجيكم شويه ثقيل ويجيك شغل يتقطع كت، ما يحبطش ديريكت. المهم نروح نحكم لي مول تاوعي، انا عندي هنا 2 مول صغار، تحبوا ديروا فيه مول كبير ولا ديروا فيه مولا كيك، هذا نتوما واش متوفر عندكم. انايا نفضل ندير في هاد لي 2 مول اللي يجوني، يعني يجوني شابين ومتحوفين. نقسم الخليط تاعي على 2. كيما راكم تشوفوا الخليط لازم يجيكم هكذا، يعني يطيح ثقيل في المول، ما يجيكمش خفيف هكذا، باش تاكدوا باللي لا غوسيت تاعكم راهي ناجحه. وزيد عليها تحبوا في الخليط تاعكم ديروا مغرف تاع سيله، تاني راح يجيكم الكيك لداخل يجي اللون تاعو بني، يعني ما يجيكمش ابيض. هادو هما كيما شفتوا بعد ما طيبتهم النار تكون شويه قويه، يعني ما تكونش ناقصه بزاف. كي تكون شويه قويه وكل وحده تعرف الفوق تاعها، كي تكون لكم قويه راح تجيكم هاد النتيجه، يعني يطلع لكم الكيك ويتفتح من الفوق. نحاولوا نجوزوا الموس برك على المول تاعنا باش نتاكدوا باللي الكيك تاعي ماهوش لاصق لي في المول، ونرف كيما يقولوا نخبطوا غير بشويه هكا باش نديموليه لداخل، ونقلبوا يخرج لي فاسيلمون. وهو سخون طبعًا ندهنو بلا جولي ولا بالمعجون، ندهن كامل الأطراف من الفوق في الجوانب هكذا باش يتشرب لي هاديك لا جولي وهو سخون ويجينا طري. من بعد التزيين يرجع لكم زينوه بلوز إيفيلي ولا كاوكاو إيفيلي ولا بكريمة تاع القارص، تحبوا حتى تزينوه غير بالشونتيي كاناج تاع الشوكولا، هذاك الشيء يرجع لكم. تحبوا تخليوه هكاك، يعني كل واحد والجو تاعو، كل واحد واش يحب. هذه الوصفة هايلة، يعني ميم تروحي تضيفي بها ما راحش تحشمك، وزيد يعني جربوها ان شاء الله وترجعوا لي راي، ترجعوا لي الخبر ان شاء الله. هنا نحاول نقسم معاكم باش تشوفوا باللي يجي طري وخفيف. هنا مازال ما حكمش روحو، يعني قد ما نخليوه يبرد ويحكم روحو. هي دو بريفيرونس ديروه في الليل باش غدوه تستقهووا به، يحكم روحو ويجيكم هايل. تقدموه يعني ولا تاكلوه مع معجون ولا شوكولا اتارتيني، وتاكلوه بالصحة والراحة. هذه هي كانت لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، نتلاقى فيديو جديد مع وصفة جديدة.